السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في يوم جديد في قناة يوميات أسماء عدلي. هنعمل النهاردة مع بعض الفراخ البلدي، وهنعمل صينية بطاطس آخر ألاجة وآخر حلاوة، وهنعمل ملوخية ناشفة الصعيدي، هنعمل رز بالشعرية. هنظبط المظابيط يعني. هنبتدي بقى ايه طبعا بالفراخ. جايبة طبعا فرختين كده صغيرين، هما بلدي بس تحسي ايه برضو مدملكين كده في نفسهم، يعني مش ناشفين. فالمهم انا كنت عايزة احشيهم الصراحة فريك، ورجعت قلت بقى ايه انا هحمرهم كده عادي. مسكت بقى الفراخ وغسلتهم غسله حلوه قوي قوي قوي. ماشي. هي الفرخه زي ما انتم شايفين كده، تحسي كده الفرخه شكلها شيك، تحسي كده شكلها ايه يعني قمر كده في نفسها. المهم ايه، عماله افكر هقطعها على 4 ولا اقطعها ازاي ولا ما اقطعهاش. فقلت لا خلاص انا ايه، هحطها بس هنا واغسلها غسله حلوه كده، واقطعها بالنص بالطول، يبقى ايه في ورك وصدر وورك وصدر. المهم طبعا انا ايه حطيتها كده، وحط الحاجه بتاعتها. بس طبعا انتوا عارفين اسماء ايه بتعمل محلول النقع بتاعها: ميه، جنزبيل، حبه ملح، حبه خل، وليمون. بقشر الليمون بحطه في الميه واسيبها تتنقع حبه حلوين محترمين كده. ماشي. وقسمتها زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين بحطها في ميه ما فيهاش يعني خلاص بغسلها بقى من الجنزبيل وبغسلها من الليمون والحاجات دي كلها عشان ما تغيرش طعم الشوربه. حطيت الميه هنا على النار اهي تغلي. لما تغلي خالص هبتدي اسقط بقى ايه الفراخ فيها وهتتسلق. وطبعا انت بتحطي حبهان وورق لوري علشان خاطر زفرة الشوربه، وبصله وحبه ملح وفلفل اسمر. طبعا انا كان عندي بطاطس بس بطاطس مش كبير، بطاطس صغيره زي ما انتم شايفين كده. بس طبعا انا بحب اي حاجه تكون صغيره. هي بصي حجم البطاطسايه دي، ماشي، دي اللي قطعتها حلقات. يعني تملي ايه بتبقى المفروض الحلقات بتبقى كبيره عن كده شويه، لا هي اصلا هي كانت صغيره. رحت قلت برضو ايه مش هغلب نفسي لان هما طلبوا صينيه بطاطس. ما بصي ما بزنقش نفسي، بعمل الموجود. رحت ماسكه البطاطس ومقطعاها وغسلها غسله حلوه، عملت احلى صينيه بطاطس. طبعا هنا بصل وتوم، وهنا ده للجرنشه بقى والكلام ده كله بقدونس، وهنا ده فلفل اخضر بارد، وهنا عملت الطماطم في الكبه. خلاص حضرت كل حاجه. هحط بقى كله على بعضه. ما اعرفش انتوا عارفين مثلا اللي هي يقولك ايه، انا عملت الخضار ني في ني النهارده. طبعا ماماتنا كلنا كانوا يحبوا ايه يستسهلوا الامور زمان، ويحطوا ايه الاكل كله كده على بعضه، الحاجات كلها على بعضها المكونات، ويقولك ايه احنا هنعمل بطاطس ني في ني. يعني مش بتسبكي، بتحطي الطماطم على البطاطس على كله وبعد كده تحطيها على النار. ده اللي انا عملته. حطيت الطماطم، حطيت البطاطس، حطيت البصل، حطيت الثوم، وسبت بقى البقدونس ده ايه يتحط على الوش، لان لو حطيته مع الحاجات دي هو لونه بيروح، مش هيبان خضاره قوي. بحب احطه ايه في الخطوه الاخيره خالص، اللي هي بعد ما اخلص البطاطس واقلبها في الصينيه، لان انا بسويها تمالي على النار واقلبها في الصينيه. بروح حاطه ايه حبه البقدونس دول، سوري عشان انا بردانه خالص وزوري قافل يعني. بحط بقى البقدونس في الخطوه اللي هي الاخيره عشان يبان لونه وجماله، بيدي الشكل حلو قوي للاكل. انا حطيت فلفل اسمر بس، وحطيت ملح مش اكتر ولا اقل، وهديها تقليبه محترمه، وابتدي احطها ايه على النار. هتاخد غلوه حلوه واحس ان هي خلاص دخلت في السوا، او يعني 3/4 سوا. بعدين هقلبها في الصينيه واحطها في ايه في الفرن تاخد وش. بجد هي طلعت بجد حته صينيه بطاطس تحفه. بس عايزاك تعمليها بالطريقه دي، تحطي فلفل وتحطي توم وبصل، وتحطي طبعا البطاطس ده اساسي يعني، والطماطم، وتحطي جربي تحطي بقدونس. هنا ايه، دي الملوخيه الناشفه بقى الصعيدي. هاخد بقى من الشوربه، خلاص كده الفراخ استوت خالص. هاخد من الشوربه واحط على الملوخيه الناشفه. مش اي حد بيعرف يعمل ملوخيه ناشفه، خلي بالكم. ماشي. طبعا انا بحط الشوربه على قد ما انا عايزه بالظبط، ولا تطلع خفيفه ولا تطلع تقيله قوي، تطلع مظبوطه. وفي ايدي الناحيه التانية اللي هو مضرب السلك ده اسمه ويسكي، يمكن قلت قبل كده. مضرب السلك ده اسمه ويسكي. بقلب بقى ايه واقعد ازود لحد ما انا ايه احب التقل بتاعها. كده خلاص انا ايه ما طلعتش الحمد لله ولا خفيفه ولا تقيله، طلعت مظبوطه قوي قوي قوي. بصوا تبقى كده. وبعدين عايزه اقول لكم كمان ايه فيها مطه، هي عشان الشوربه سخنه تلاقيها لسه بتطلع بخار. هحطها على النار، واول يا دوبك بس ما تقلب كده بس يبقى هي كده دخلت ايه دخلت في السوا. ما تسيبهاش تغلي كتير الملوخيه، وما تغطيهاش عشان ما تسقطش. طبعا انا سايباها تغلي ورا اهي.
وهنا دي الشوربه بتاعت الفراخ. بحمر مكرونه وهقلبها في الشوربه على طول. انا طلعت الفراخ خلاص اوريدي، طلعتها عشان هحمرها. ودي بقى ايه الطاسه اللي فيها المكرونه. ودي البطاطس اهي في العين الاولانيه زي ما قلت لكم 3/4 سوا. بعد كده هبتدي ايه احطها في الصينيه. بجد الاكل كان طالع تحفه، كله جميل جدا. بدات بقى طبعا احط الثوم على النار اهو زي ما انتم شايفين، بديله تقليبه. وفي بعد ما يعدي ربع مثلا سوا كده ولا حاجه، ببتدي احط معلقتين الكزبره او معلقه الكزبره على حسب ما انت بتحبي. بس هي معروفه الملوخيه كزبره ناشفه ده اساسي، بتدي طعم حلو قوي. بعد ما احمر الثوم، بحب قوي الحركه دي، يمكن كتير بيطلبوها مني اللي هم المتابعيني وولادي يحبوا حركه ايه، ان لما اقلب الملوخيه على الطاسه. يمكن جبت الطاسه الغويطه دي علشان خاطر ما تفورش على البوتاجاز وتبهدل لي الدنيا. بقلب الملوخيه في الطاسه، بعد كده ارجعها تاني في الحله. بصوا بقى الحركه دي، ده مين بقى بيتفرج عليا حاليا دلوقتي؟ عبد الرحمن واقف جنبي، لازم يشم ريحه الثوم وريحه ويشوف الملوخيه بتنزل كده. كده خلاص عملناها كده، نديها تقليبه ونرجعها تاني في الحله. دي الخطوه الصح بقى ايه. وبعدين عايزه اقول لكم انا مشهوره قوي بالملوخيه في عيلتنا، يعني مشهوره بالملوخيه او بدنجان المخلل يعني اكتر حاجه. فكله بيحب من ايدي الملوخيه الصراحه، تطلع مظبوطه وطعمها في منتهى الروعه. كده خلاص اهي، خلصنا من الملوخيه والبطاطس استوت الحمد لله اهي. الحله هحطها بقى في الصينيه. وطبعا الفراخ خلصتها استلقت، والمكرونه استوت، ورز بالشعريه، عملت رز بالشعريه كمان. هحط بقى البطاطس كلها كده. بصوا الميزه بقى في البطاطس ان هي مش حلقات كبيره، حلقات صغيره. انا اصلا من هواة قوي قوي الحاجه الصغيره عموما. هنا بص انا خلاص خلصت، حط البطاطس كلها. وهبتدي بقى احط ايه البقدونس وادخله كده بالكبشه شويه بحيث ان هو ينزل تحت شويه. انا عايزه ايه عشان برضو ما ينشفش من الفرن ويتحرق من على الوش. انا غطسته كده. انا بحب اصلا كمان شكل الاكل، يعني احب. بيقول لك العين بتاكل قبل البق، ده حقيقي. العين بتاكل اكل قبل البق، ده حقيقي فعلا. فبيدي منظر الصينيه شكلها حلو قوي. كده خلاص هحطها في الفرن وهطلعها. وعايزه اقول لكم لو الفيديو عجبكم بالله عليكم ما تنسونيش بلايك وكومنت حلو. واحلى لايك احلى لايك واحلى كومنت واحلى مشاهده. واللي ما اشتركش في القناه يشترك. طبعا الرئيسي عندي هنا اللي هي صينيه البطاطس. كنت حابه اوريكم ازاي انا بعمل البطاطس. تمام كده، دي شوربه المكرونه اهي، ودي الفراخ متحمره شكلها حلو قوي قوي. وهنا رز بالشعريه وعليه شجره الشجره الجميله دي، ده شبت. قلت اعمل لكم برضو حركه. والملوخيه، الاكل كله طلع في منتهى الجمال. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك. السلام عليكم.